السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. ازيكم يا احلى جمهور في الدنيا، بحبكم في الله. هنعمل مع بعض النهاردة اسرع وافضل طريقة للرقاق الطري. هقولك على كل اسرار الرقاق الطري علشان يطلع معاكي طري ويطلع معاكي ان شاء الله تحفة. هعمل لك الرقاق الطري كده خطوة خطوة ان شاء الله، وامشي معايا في التفاصيل وركزي معايا وازاي ينجح معاكي الرقاق الطري. ما تبقاش واحدة تخينة وواحدة رفيعة، لا هنخلي كله زي بعض. انت بس ادخلي كده شوفي وكملي معايا الفيديو، وهنشوف المفاجأة اللي في الفيديو بتاعتنا اللي هي هنشوفها مع بعض. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على المكونات بتاعت الرقاق الطري. انا معايا هنا نص كيلو من الدقيق يا جماعة، ومعايا كوباية لبن، ومعايا 3 معالق من الزيت، ومعايا ربع معلقة صغيرة من الملح. انا من نص كيلو اخدت كوباية دقيق يا جماعة، يعني دول 3 كوبايات دقيق، حطيت عليهم كوباية اللبن زي ما احنا شايفين. ممكن انت تستخدمي المية مفيش اي مشكلة، بس انا حبيت اغذي نفسي شوية عشان انا ما بشربش اللبن، فانا بحطه في المخبوزات بتاعتي. بس كده، هو ده يعني السبب اللي خلاني اعمله باللبن، لكن هو اصلا ممكن تعمليه عادي بالميه مفيش اي مشكله. زي ما احنا انتوا شايفين يا جماعه، انا اول حاجه طبعا لفيت الدقيق باللبن بتاعي بايدي، وبعد كده حطيتها على الرخامه قلت اعجن فيها كده كويس. يعني زي ما احنا شايفين كده، انا عايزه اعجنها عجين كويس. انا حطيت كوبايه اللبن يا جماعه، وحطيت 4 معالق ميه فوق، يعني ال3 كوبايات اخدوا معايا كوبايه اللبن، واخدوا 3 معالق كبار من الميه. بس كده انا هجيب بوله فيها ميه ولمس لميس كده فيها، واحط العجينه علشان بصوا اعجن فيها. برضو انا عايزه اعجنها يا جماعه علشان عايزه الرقاق بتاعي كده يلمع زي ما انتوا هتشوفوه كده معايا في اخر الفيديو ان شاء الله. بس كده تمام. شايفين انا بعجن اهو. اعجني ما يهمكيش، لو عندك عجان طبعا هتستخدميه هيريحك كتير. لو حسيتي ايدك بتوجعك كده من كتر العجن، لا ريحي نفسك كده دقيقتين وبعد كده اشتغلي تاني، مفيش اي مشكله. بس كده تمام يا جماعه. زي ما احنا شايفين العجينه، انا مش عايزاها ملزقه ولا عايزاها يابسه يا جماعه، انا عايزه العجينه حلوه كده، تكون طريه معايا زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزاها ملزقه، عايزاها حلوه كده طريه ومش يابسه. بس كده هنعملها رول، وهنقطع الكور بتاعتنا تحت الرقاق. انا هعملهم على 12 كوره يا جماعه. طبعا انا هقولك على طريقتين، ممكن تعملي ب4 رقات وممكن تعملي ب8 كور. وانت لو شاطرة قوي مثلا هتعملي 12 كلهم مرة واحدة، برضو مفيش اي مشكلة. بس انا هعلمك واحدة واحدة وتعلمي معايا كده. هنعمل الاول الكور ونريحها لمدة يعني 5 دقايق بس، اكتر من كده لا. انا هعملهم 12 كورة. الكورة بالميزان يا جماعة 53. انا كده انا مظبطتهم ووزنتهم، لقيتهم الواحدة 53. انت ظبط يعني الكبيرة في الصغيرة، الصغيرة في الكبيرة كده يعني. خلي عينك واعية، مش شرط نستخدم الميزان. انا ال3 كوبايات عملوا معايا 12 كورة زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هغطيهم. اول حاجة انا هستخدم 4 كور. تعالوا نشوف طريقة الفرد يا جماعة، طريقة سهلة وبسيطة خالص. انا جبت نص كوباية زيت وحطيت عليها معلقة دقيق كبيرة. هدوب الدقيق في الزيت. الطريقة دي سهلة خالص معانا. بس كده انا هجيب 4 كور زي ما احنا شايفين، وهفردهم الاول بيدي عادي كده شايفين. هقولك بقى على الاسرار هنا اللي مخبينها عليكي. هقولك ازاي تظبطي تخلي كل الرواق بتاعك قد بعض. اول حاجة لازم نفرده بالمردانة كده يا جماعة زي ما احنا شايفين. لازم ياخد له فردة بالمردانة، ما تعمليش بيدك، لا مش هيظبط معاكي خالص. هتبقى واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. لا احنا بنعمل بنفرد زي ما انت شايفة كده. انا هفرد ال4 زي ما قلت لك. انا هعمل لك 4 وهعمل 8، والطريقة اللي تعجبك اعملي بيها. بس انا انا عن نفسي عملت اول حاجة، انا عاملة نص كيلو قبل ده يا جماعة، عملت عليه تدريب وما صورتوش، فعشان كده جايبه لكم الطريقة على على اصولها. بصوا انا بحط معلقه وامشي بالمعلقه، ما اخليش ولا حته باينه من العجينه. لازم كله يبقى مكسي بالزيت والدقيق زي ما انتوا شايفين. بصوا معايا. والطبقات زي ما احنا شايفينها قد بعض بالظبط. لو حاسه واحده قصيره شديها على اختها، ما فيش حاجه.
بصوا اهي حسيتها ايه لمت شوية لما قعدت، فانا ايه فردتها بايدي زي ما انتوا شايفين. بس كده تمام. بصوا بقى السر يا جماعة، تمسكوا بايديكم تنزلوا، يعني ايه تشتغلوا فرد بايديكم زي ما انتوا شايفين، وتعدلوا من ناحية تقلبوها. شايفين برضو بايديكم تشدوا، شدوا العجينة شد، مش تمشوا ماشية وهي هتمشي، لا، لازم تشدوا العجينة على بره علشان ايه تبقى قد بعض. شايفين؟ لو حساها قصيرة شديها بايدك زي ما انا بعمل كده بالظبط. شايفاه معايا؟ بس كده تمام. شايفين هو السر اللي مخبينه عليكي؟ بايدك شايفة تفردي وتعدلي وتقلبي بيها يمين وشمال، وتفردي وتخليهم كلهم قد بعض. مش عايزة واحدة كبيرة واحدة صغيرة علشان ما تطلعش واحدة تخينة واحدة رفيعة، هتلاقيهم كلهم زي بعض. بس كده بعد ما اتأكدنا ان هما تساووا، بنجيب المردانة بتاعتنا وايه نشتغل بيها. شايفين؟ هنعمل مقاس الصينية اللي احنا عايزينه. الموضوع يعني الفردة دي هتعمل معاكي صينية 26. لو عايزة صينية اكبر ايه كبري كتري الرقات فوق بعض. بس كده زي ما احنا شايفين بالمردانة يا جماعة اهي. بس كده شايفينها مسواية ازاي. وممكن خدوا المفاجأة بقى، انا هعمله بالشماعة. طبعا انتوا مستنين هتشوفوا الشماعة صح؟ اهو هنحطه جوه الشماعة، ونقوم حاطينه على ايه، على الصينية بتاعتنا على البوتاجاز. انا حاطة صينية ولازم تبقى سخنة. بس كده انا بسهل عليكم، بدل ما انت تشيليه بايديكي وترفعيه وتحطيه ويتكعور منك، لا، دي اللي هي ايه بتريح عليكي، بتحطيه فيها زي ما انت شفتي كده بالظبط، ونقوم حاطينه على ايه، على النار بتاعتنا. في التسوية يا جماعة احنا يدوب ثواني ونقلب على الجنب التاني، وتشيلي ايه، حاولي ايه تنفضي كده الدقيق بتاعنا اللي فوق ده. ممكن تجيبي فرشة وايه وتمشي عليه عشان يبقى كله لون واحد. هنشوف الرواية بتاعنا يا جماعة. شايفين؟ تقلبي ما تخليهوش يعني، شايفين بيبق، لازم يبقبق كده. شايفين؟ كل هو ما بيرفع معانا وينفش لفوق هو كده الرئات بتاعتنا ايه بتفك من بعض. شايفين يا جماعة؟ تحفة والله. شايفين البقابيق بالسكينة كده وايه، وابدأي بأول طرف هتلاقيه كش معاكي، ترفعيه بالسكين. شايفين يا جماعة؟ سهل ازاي، والله العظيم حاجة سهلة بصراحة. انا عملت 3 كوبايات دول ما خدوش معايا والله العظيم ربع ساعة. بس كده تمام. دي اخر واحدة، طبعا لازم نقلبها يمين وشمال عشان ايه تستوي معانا. بس كده تمام. بس هنعمل ال8 دول مع بعض يا جماعة. انا هرص اول واحدة معاكم والباقي ايه هنشوف مع بعض. فردتهم برضو بالمردانة وهرصهم مرة واحدة، بدل ما نعمل 4 انا ممكن اعمل 20 فوق بعض مفيش مشكلة. بس كده طريقة الفرد يا جماعة زي ما انتوا شايفين برضو. شايفين اهي؟ بس ايه دي سريعة شوية، انا عامله لكم واحدة بطيئة، حطيناها في الشماعة وحطيناها ايه هنقلب يمين وشمال. شايفين يا جماعة بيبقبق ازاي؟ شايفين اهو؟ بنشيل واحدة واحدة ونقلب ونشيل التانية علشان يستوي، ميبقاش معاكي ايه لسه ني، عشان لما تاجي تعمليه صينية يبقى معاكي ايه مورق، ما يبقاش معاكي لازق، لو سبتيه ني هيلزق معاكي. فعشان كده احنا بنقلب ونسيب دي 5 ونقلب ونسيب دي 5. شايفين؟ تحفة والله العظيم حاجة تحفة. شايفين يا جماعة الجمال؟ لازم يستوي معاكي الرقاق، ما تعمليهوش كله مرة واحدة وتاجي ايه على الرخامة مثلا تمسكي تفردي واحدة واحدة، لا، تعملي الطريقة اللي انا عملتها دي، تقلبي وتشيلي اللي فوق وبعد كده تقلبي يعني زي شمال يمين على طول كده. بس كده هنجيب الصينية اللي احنا هنستخدمها وايه ونسويهم. وهو مسواي والله العظيم مش عايز، بس ايه بتكون الاطرف شوية تخينة، فاحنا ايه هنشيلها. بس كده ايه شايفين؟ هنشيل ده ما ترميهوش، ده ممكن تحطيه في الفرن وعادي ايه تحمصيه وتعمليه ام علي. شايفين الرقاق بتاعنا يا جماعة؟ شايفين الشماعة نقزتنا ازاي؟ مفاجأة طبعا صح؟ بس كده تمام. شايفين الرقاق بتاعنا سهل وبسيط
وما خدش مننا وقت خالص، سريع جدا. بسرعة البرع عملنا الرقاق، بدل ما انت تروحي تشتريه بالغالي، لا، على ايه 3 كوبايات دي هيعملوا لك اكبر صينية. من تحت البسبوسة هيعملوا لك صينية رقاق. بس كده احنا طبعا ايه هنطبقه. لو عايزة تشيليه في الفريزر، لو عملت كمية كتير هتحطي ايه في الفريزر عادي، وبعد كده لما تاجي تستخدميه تنزليه. شايفين يا جماعة الورقة عاملة ازاي؟ والله العظيم ده يتحشي سمبوسة على فكرة. شايفين ده منرميهوش زي ما قلتلك. بس كده، شير ولايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تحطوا لايك لو عجبكم الفيديو. مع السلامة، اشوفكم فيديو قريب ان شاء الله.